هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان. نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا في هذا اليوم هو حكم مسح الاذنين. حكم مسح الاذنين. وقد اختلف العلماء في مسح الاذنين، هل هو سنة او فريضة، وهل يجدد له ماء أم لا. ثلاث مسائل: سنة، فريضة، يجدد له مسح أو لا يجدد. أربعة. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد له الماء. ذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ولكنه يجدد له ماء، فريضة يجدد له ماء غير ماء المسح، ما يمسح به الرأس، يمسح بالأذنين بماء جديد وأنها فرض. وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، يقول مسح الأذنين فرض ويأخذ لها ماء جديد، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. هذا المذهب نسبه إلى أبي حنيفة وأصحابه، وهم يقولون أن مسحهما سنة، يقولون مسحهما إيه. أما هذا المذهب فأقول أنه مذهب من؟ أنه مذهب أحمد. أقول أنه مذهب من؟ أحمد. كتبتم؟ طيب. أقول ومذهب أحمد هو ما نسبه المؤلف إلى أبي حنيفة، فمذهب أبي حنيفة أنه سنة، ومذهب أحمد أنهما فرض ويمسحان بماء الرأس. هذا مذهب من؟ أحمد. نعم. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لها ماء، مسحهما سنة ويجدد لها ماء. وقال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أن قوله قول مالك لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة، يعني على أن المضمضة يأخذ لها في ماء جديد غير غسل الوجه، فقالوا على أنه قال سنة وأنه يأخذ لها ماء جديد. هذا يروى عن مالك. وأصل اختلافهم، ما هو الأصل في هذا الاختلاف؟ في كون مسحهما سنة أو فرضا. نعم. صلوات الله. كيف يبث عندكم؟ اسمه البث قلنا ما تبثوش اليوم. في شغل، احنا قلنا ما فيش بث. وأصل
اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك، يعني الآثار الأحاديث التي نقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه. هذه مسحه أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ إذا قال هل هي زيادة، إذا قال أن ذلك زيادة، من قرأ أنها زيادة قال تعارض ما ورد في القرآن. فإذا عارضت ما ورد في القرآن فهي تحمل، يجمع بينها وبين ما في القرآن من آية الوضوء بأنها محمولة على السنة، وآية الوضوء محمولة على الوجوب. هذه قاعدة معنا إن شاء الله. إذا قال هذا الحكم يعارض ما في القرآن فيحمل هذا الحكم المعارض على ما؟ على السنة. فيكون حكمه ما يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، لأنها لو حملت على الوجوب سنقول هذا زائد على ما في القرآن، والقرآن قد حدد لنا الفروض. أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب، لأن المجمل رؤوسكم مجمل، يحتمل أن الأذنين من الرأس. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأذنين من الرأس، فإذا كان فعل الرسول بيان للمجمل فهي واجب، فمسحها واجب. فمن أوجبهما جعلهما مبينة لمجمل الكتاب، جعلهما مبينة لمجمل الكتاب. ومن لم يوجبهما جعلهما زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة في ذلك كثيرة، يعني نقل عن الرسول أنه كان يمسح وأذنه كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين، وإن كانت هذه الأحاديث غير موجودة في البخاري ومسلم، فهي قد اشتهر العمل بها. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونان عضوا منفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكونا عضوا من الرأس، ولكن الحديث الأذنان من الرأس وهو حديث صحيح. الأذنان من الرأس حديث ما صحيح، فهو يشير على أن الأذنان من الرأس. طيب، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، أنها من الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. هذه ما في عليها أدلة، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس. يعني من هنا هذا التردد من حيث أنه تحصل المواجهة به، من هنا تحصل المواجهة بهذا المحل لأنه من الوجه. وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح، فإنها تمسح مع الرأس واشتهار الأمل. والشافعي يستحب فيها التكرار، الشافعي يستحب كما يستحبه في مسح الرأس. عرفتم هذا الكلام كله إن شاء الله. ما الراجح؟ أقول الراجح مذهب أحمد، وهو وجوب مسحهما وأنهما يمسحان مع الرأس. مذهب أحمد وهو وجوب مسحهما وأنهما يمسحان من الرأس. قال شيخنا ناصر الدين الألباني: وهو أسعد الناس
من بين الأئمة الأربعة، وهو أسعد الناس من أسعد يعني أن أحمد أسعد الناس في هذه المسألة، يعني وافق الدليل. وهو أسعد الناس من بين الأئمة الأربعة بالعمل بحديث الأذنان من الرأس، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، يعني من وجوب مسحهما. فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، يعني وجوب مسحهما، وأنهما يمسحان مع الرأس، ولم يأخذ بواحد دون الآخر كما صنع غيره طيب. المسألة العاشرة من صفات الوضوء غسل الرجلين وهي وأرجلكم وأرجلكم. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا متفقين بالإجماع أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، هل هما كما فقال قوم طهارتهما الغسل، لا بد من غسلها، وهم والجمهور قال طهارتهما الغسل. وقال قوم فرضهما المسح، مسح على رأسك ومسح على رجلينك خلاص. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، أنت مخير بينها بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في الآية، يعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول تجب فيها الغسل، ومن قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين قال التعيين، ثم قال أن فرضهما واحد من الطهارتين على التعيين، أن فرضهما واحد من الطهارتين على التعيين، يعني هناك قال من قال بالتخيير، ومن هناك من قال بتعيين واحدة، على التعيين، إما الغسل وإما المسح. ذهب إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر أحد القراءتين. قلنا بعضهم ذهب كل واحد رجح قراءة على الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية، والقراءة الثانية أولها باسم أول إعرابها بجهة حتى توافق ما ذهب عليه. وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليس أحدهما أعلى وأنه ليست إحداهما على ظاهر
على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها كلها يعني قربها له. جعل ذلك من الوجوب المخير كالكفارة، يعني مخير بين أن يغسل عين أن يمسح. ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود. من هو الذي كانوا مخيرون؟ قال الطبري وداود على أنه مخير. أن الإمام الطبري هذا صاحب مذهب لكنه ما اشتهرش مذهبه، صاحب التفسير هذا صاحب مذهب لكنه لم يشتهر مذهبه. والجمهور تأويلات في قراءة الخبر. الجمهور ذهبوا على ما؟ على الغسل. وإذا كان الجمهور المراد بهم من؟ الأربعة. وقالوا بتأويل القراءة أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. عطف على اللفظ لا على المعنى. إيش على اللفظ؟ يعني على أن ما يسموه بالمجاورة، هذا الكلام يسموه به جحر ضب، هذا جحر ضب قريب، نعرفه جحر ضب. هل التنبيه وهذا اسم إشارة في محل رفع مبتدا وجحره خبر، وهو مضاف وضب مضاف إليه. قريب صفة لما؟ لجحر، وجحر مرفوع كذا ولا لا؟ كان يقول قريب، يقول قريب، لكنه جره على المجاورة لجحر. فهذه الآية هي معطوفة على ماذا؟ على غسل الرجلين، ولكنها جرت للمجاورة لأنها مجاورة. أو امسحوا برؤوسكم، فالجر لماذا؟ للمجاورة. ومنه قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر. لعب الزمان، لعب في الأمة ما الزمان فاعل بها جار وجرور متعلق بلعب، وغير في الأمة ولها مفعول بعد ظرف ومنصوب على الظرفية، وعلامة نصبه كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل. كان فاهمين هذا الكلام اللي أقوله ولا لا؟ وهو مضاف وياء النفس مضاف إليه. وغيرها بعد سوافي. سوافي فاعل غير، سوافي فاعل أي غير. سوافي أما تعرف السوافي سوافي التراب والمسفى. لما تجي انت من انت من حاشد ما تعرف السوافي. يعرف أسأل أنا ألتهمه هذا وقتها اليوم سهيل، هذا وقت السوافي الآن أسأل ألتهمه ولا نزل في الخبط وانت ترى سوافي. وترى جبال كما عندكم جبال من حجارة، فعندهم جبال من السوافي كذا هكذا. فهذه السوافي هي مهب الريح يهب في بعض الأوقات، وهو هذا اليوم وقته سهيل. وغيرها بعد سوافي. سوافي بقولنا فاعل وهو مرفوع ترفيمه مضمة مقدرة على ما قبل ياء النفس منع من ظهور حركة المناسبة، وهو مضاف ياء النفس مضاف إليه. سواء في الموري وهو مضاف الموري. نعم. لا اللهم صل على النبي. أنا غلط في الإعراب. سواء في فاعل وهو مرفوع ولا مترفيه ضمة كالقاضي ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل، منع من ظهور الثقل. هذا صدق اللسان. كالقاضي وهو مضاف وما والمورد التراب مضاف إليه. والقطر الواو حرف عطف، والقطر معطوف علامة على السوافي وهو مرفوع
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور حركة المجاورة، منع من ظهور حركة المجاورة. هذا الجمهور يقول على أن أرجلكم منصوب علامة تصريف احتمال مقدرة منع من ظهور حركة المجاورة. وأما الفريق الثاني وهم الذي يقول يمسح أنه يتعين عليه المس، فماذا يقولون قراءة وأرجلكم؟ وهم الذين أوجبوا المسح أنهم تأولوا قراءة النصب على أنها أطف على الموضع، أطف على الموضع. فلسنا بالجبال ولا الحديد، ليس فعل ماضي ولا لا من أخواتنا؟ كان تنصب الاسم وترفعه الخبر، وانا ضمير متصل في محل رفع اسمها. بالجبال البحر بجر زائد، فلسنا الجبال، فلسنا الجبال. وحنا قلنا فامسحوا برؤوسكم البحر في جر زائد، كذا قلنا ولا لا؟ اي فامسحوا رؤوسكم كذا. طيب قال فلسنا بالجبال، قال ولا الحديد، ولا الحديد له حرف عطف ولا نافي، الحديد معطوف على على محل الجبال، محل الجبال، وهو منصوب وعلامة تصريف آخر، فقالوا فهو عطف على المحل. قالوا أنه مجرور، ولكنه محل المجرور النصب، محل المجرور فالجبال، فالحديد معطوف على الجبال، ولكن لما كان محل الجبال النصب نصب. فكذلك الأرجل معطوف على الرؤوس الممسوحة، ولكن لما كان الجار والمجرور في محل نصب. إذن عرفتم القول كل من وجه لقوله. وما سبب الاختلاف كما قال في المقدمة؟ الإعراب. سبب الاختلاف كما قال في المقدمة الإعراب. والآن يريد أن يرجح، ولكن الشيخ أدخلنا وأخرجنا وخرجنا ما ندري ما هو الترجيح. يرد مرة يرجع لهذا ومرة يرجع لهذا حتى خرجنا ما ندري أي الراجح. قال وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ما معنى الثابت؟ يعني الذي في البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا دل على أنه الغسل، لأن المسح لا يمسح فيه العقب، إنما يمسح ظهر الرجل فقط. قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، فلما علق العقاب بترك العقاب فعرفنا على أن الغسل ما هو الواجب. وهذا ليس فيه حجة. شيء يرد علينا، شيء يرد مذهب الجمهور. الشيخ هذا شيء يرد مذهبنا الجمهور، وشيء يذهب اسمه الشيعة والجمهور. وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين، ففرضه المسح. ما لم قالش في جميع القدم، قال فرضه المسح سكت، يعني فرضه المسح مش في جميع القدم. وويل من العقاب النار يدل على التعميم، أليس كذلك؟ أيوة. وهذا يدل، فقال فرضه المسح وسكت، وما قال لنا المسح في جميع القدم. وقد يدل، قال ولا شك أن من شرع في الغسل فرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح فرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل على هذا، يعني على أن الحديث وارد في المسح وفي الغسل. وقد يدل هذا ما جاء
يدل على هذا ما جاء في أثر آخر. قال وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. هذا يدل على أنهم كانوا يمسحوا مسح، وأن الرسول قال لهم أمموا بالماس. وهذا الأثر وإن كانت العادة جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. إيش نوع الطهارة؟ يعني الغسل، بل سكت عنها وذلك دليل على جوازها. كأن خلاص أصبح مع الجماعة كذا ولا لا؟ أقول أيوة هذا رد علينا. أقول حديث أبي هريرة الآتي، أقول حديث أبي هريرة على هذا المحل تعلقه. أقول حديث أبي هريرة الآتي في الترجيح يدل على أن الوعيد تعلق بالتعميم ونوع الطهارة التي هي الغسل، ونوع الطهارة التي هي الغسل. أقول حديث أبي هريرة الآتي في الترجيح يدل على أن الوعيد تعلق بالتعميم ونوع الطهارة التي هي الغسل. حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا أنه رأى رجلا لم يغسل عقيبه، لم يغسل لا تكتبوه لأنه أتى هذا حديث يكتبوه، لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. هذا لا يؤين الغسل ولا لا؟ ويؤين على أن هذا المسح معناه إيه؟ الغسل. لكن أنا بعدين سأتي بالترجيح، بعدين أكتب لكم الترجيح بعد هذا الكلام. طيب خلينا نتكلم احنا وياه فقط. وجواز المسح أيضا مروي عن بعض الصحابة. جواز المسح أن مسألة المسح مسألة قالوا بها إيه؟ الصحابة، بعض الصحابة قالوا يمسح على إيه؟ على رجليه. ما تكتب هذا موجود. يعني على أنه رووا على أن منها حديث على أنه مسح على النعلين، قالوا على أنه مسح على الرجلين، قالوا مسح على الرجلين. طيب ولكن لا ما تكتبش يا ولاد، خلص انتهينا من الكتابة. ولكن الآن أراد أن يرجح مذهب الجمهور، يرجحه من حيث المعنى، يرجحه من حيث المعنى، كما بعد أن أحبط أدلتهم وقال أن أدلة الجمهور ليست تدل على تعيين الغسل وأنها محتملة للمسح والغسل. قال لكن من حيث المعنى لنا أن نرجح أدلتهم. قال ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح. أيوة، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، لأنه دائما في الأرض إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب. والمصالح المعقولة يعني المصالح المعقولة يعني بها الدنس الذي في الرجل، والمصالح المعقولة لا يمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة. أن يكون كما قلنا غسلها عبادة، والمصلحة فيه التكظر بالأرض، كما مر معنا غسل اليدين في إدخال الإناء، التكظر إلا لا وأصبحت عبادة. والمصالح المعقولة لا يمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ
فيهما معنيين. لاحظ ايه معنيين: معنى مصلحي وهو أن فيها القدر، ومعنى عبادي ومعنى عبادي، معنى للمصلحة وهو أنها تصاب بالأقدار، ولأجل هذا لاحظ المعنى العبادي فقال بوجوب غسلها. وأعني بالمصلح ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعباد ما رجع إلى زكاة النفس أي طهارة النفس. هذا كلامه، لكن ما هوش ترجيح قوي كذا ولا لا. هل هو ترجيح لنا؟ ما بقى لنا المعنى، أما الأحاديث خلعنا منها. طيب، أقول الراجح وجوب غسل الرجلين. قال الإمام النووي في المجموع جزء 1 صفحة 158. جزء 1 صفحة 158. أيوة. وذلك للأحاديث المستفيضة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه، منها حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد. تكون هناك منها حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد اسمع، والربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ الربيع شدد الراء ألف رام قبله، بنت معوذ بالذال معوذ، والربيع بنت معوذ، وعمرو بن عنبسة وعمرو بن عنبسة وغيرهم أو وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. هذا الآن نريد أن نناقشه في عباراته التي دلل بها على من للمذهب الذي يقول بالمسح. وأما قول المؤلف وأما قول المؤلف بأن حديث ويل للأعقاب من النار، وأما قول المؤلف بأن حديث ويل للأعقاب من النار لا يدل على تعيين الغسل، وأنه محتمل له وللمسح، لا يدل على الغسل وأنه محتمل له وللمسح، هكذا وقال ولا لا؟ فيجاب عليه أن حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. صريح في تعيين الغسل، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح في تعيين الغسل،
كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 119. عرفتم هذا الكلام اللي تكتبونه ولا شرحه لكم؟ هو قال ليست بصريحة. قلنا لحديث أبي هريرة صريح على أنها في ماء في الغسل، لأنه قال رأى رجلا لم يغسل ماء عاقبيه فقال ويل للعقاب منها النار. وأما قول المؤلف ما قال. وأما قول المؤلف بأن من شرع في الغسل ففرضه الغسل، من شرع في الغسل ففرضه الغسل، ومن شرع في المسح ففرضه المسح. أيوة شي قال هو ومن شرع في الغسل ففرضه فليغسلها جميعا، ومن شرع في المسح فليمسح. سكت، لا قال لجميع ولا قال بعض، خلها بين كذا ولا لا؟ لأن لو قال جميعا نقول له لا، ولو قال بعضها نرجع عليه من هناك. اسمعوا ما قال. أيوة قال وأما قول المؤلف بأن من شرع في الغسل ففرضه الغسل، ومن شرع في المسح ففرضه المسح، فيجاب عنه. يجاب عنه بماذا؟ بأن من يقول بالمسح لا، بأن من يقول بالمسح لا يوجب مسح العاقب. الذي يقول بالمسح لا يوجب مسح العاقب، فيكون الحديث حجة عليه لا له. يكون الحديث حجة عليه لا له. أيوة أليس وقال ألا أنه مخير بين المسح؟ قلنا أنت تقول أنه مخير بين المسح، قال نعم. قلنا لأصحابك ذا الذي قالوا بالمسح ما قالوا بمسح العقب، والحديث يقول ويل من العقاب من النار، وهم يقولوا بهاش. إذا الحديث حجة لهم ولا عليهم؟ حجة عليه كذا ولا لا؟ فلا يصح الاستدلال به على دعواه، ما يصحش. فلا يصح، اكتبوا فلا يصح الاستدلال به على دعوى. هل يصح أن نستدل لهم ويدعي لهم هذه الدعوة صاحب البداية؟ ما يصح يقول لهم تدعي له وتستدل لهم وهم ما أكبه على هذا الكلام، لأنهم يقولوا الأعقاب ليست بواجبة في المسح. هذا ولا لا؟ وقال الطحاوي، الإمام الطحاوي من الحنفية، وقال الطحاوي لما أمرهم بغسل الرجلين هي كتبه. وقال الطحاوي لما أمرهم بغسل الرجلين أمرهم النبي نعم حتى لا يبقى منها لمعة، حتى لا يبقى منها لمعة هي كالدرهم، دل على أن فرضها الغسل، دل على أن فرضها الغسل. عرفنا هذا؟ إذن الراجح هو ما هو هذا الجمهور وهم الأئمة الأربعة. طيب الآن بقينا الكعبين. ما هي الكعبين؟ الآن وكذا اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل. هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح. وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله وأرجلكم إلى الكعبين. أيوة يعني مر معنا أن إلى تفيد الغاية وتفيد معنا يعني ما مر معنا في الخلاف والترجيح في اليدين هو هنا. لكن يبقى شيء، وقد تقدم القول في الاشتراك في هذا الحرف قوله إلى المرافق، لكن الاشتراك وقعها هنا من جهتين، من جهة اشتراك اسم اليد، لكن الاشتراك هناك وقع من جهتين. أولا إلى واليد كذا إلا لا. أما المرفق فهو اسم واحد، مش ما لا يطلق على شيء. لكن الكعبين فيها اشتراك،
هناك الاشتراك في الرجلين وهنا الاشتراك في الكعبين. أيوة. وبعضهم قالوا أن الكعبين هما الأضمان اللذين بجانب الشراك. هذا تعرفوه كيف شوفوا هذا منا يعني. لا 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 لا, لا. بعضهم يقول أن الكعبين هذا كعب وكل رجل كعبين، هذا كعب وهذا كعب. والراجح أنها هذه. فاختلفوا في الكعبين، اختلفوا فيما عرفتم؟ أيوة. ما رأيتش الكعبين؟ اسمعوا، بعض العلماء يقولوا الكعبين هذا كعب وهذا كعب لكل رجلين كعبين، هذا كعب واحد لكل. يقول هذا العظم، هذا العظم هو الكعب، هذا العظم هو الشراك، هذا العظم هنا هو ايش؟ الكعب. تغسل الى هذا العظم بس، الى هذا العظم بس. والآخر يقول الكعبين هذين الأضمان الناتئان في الصاج. عرفتم هذا الكلام؟ طيب الآن سنتكلم على هذا وسنرجح ما هو الكعبين. طيب اسمعوا، فهنا وقع الاشتراك في الكعبين وقد لا إذا قلت أقول اكتبوا، ما قلتش أقول لا تكتبوا، خلاص هذه قاعدة. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك الاشتراك اسم الكعب في هذا، واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. هذا هو الشراك، عرفتموه الذي قلنا في أسفل. طيب وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الصاق. عرفتم الناتئان في طرف الصاق. ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك. يعني الذي يقول هما الأضمان الأسفلات فيقول داخل في الغسل، داخل في الغسل لأنها في الرجل. ما يقولش هل إذا تدل على الغاية أو تدل على معنى يقول خلاص غسلها لما هنا، أغسل لما هنا. ومن قال على أنها الأضمان الناتئة فهذا الذي ترجح عنده أن إلى بمعنى إيه؟ هل هي بمعنى الغاية أو بمعنى مع. طيب وذلك في قاعدة لكنها غير متفق عليها، وهي أن إلى إذا كان موجود عندكم في الكتاب أولادي، وأن إلى إذا كان ما قبلها جزء مما بعدها فيدخل ما بعدها فيما قبلها، مثل الأيدي في قوله أيديكم إلى المرافق، فالمرافق جزء من اليد كذا. أما إذا لم يكن ما بعدها وقوا أرجلكم إلى الكعبين جزء من الرجل كذا ولا لا، فهذا يدخل. وإذا لم يكن ما بعدها جزء مما قبلها فلا يدخل. وأتم الصيام إلى الليل ليس جزء منها، فلا تصوم شيئا من الليل كذا. عرفتم هذا؟ نقول ننظر ما بعد إلى، لكن هذه القاعدة أغلبية، قال أهل اللغة القاعدة هذه أي أغلبية. أقول الراجح أن الكعبين العظمان الناتئان، أن الكعبين العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. هذه الراجح. والدليل على ذلك أقول الراجح أن الكعبين العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم
والدليل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا. أقبل علينا بوجهه، أنا أمشي شوية. أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا صفوفكم فلقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه. أيوة، كان في الحديث، نقرأ الحديث. النبي هو قال أقيموا الصوم، وهون عملوا هذا العمل الصحابة. فلقد رأيت الرجل يلصق، هذا من قول الصحابة. الرسول قال أقيموا الصفوف، كذا ولا لا؟ قال الصحابي فلقد رأيت الرجل. أنتم ما قد صليتوا في مساجد السنة ولا لا؟ ويخلي يعطف رجلك حتى يكون الأكل مثله، كذا ولا لا؟ حتى لما استطعت شيء لم تشيبه والله رجلك متقصية يكون بكذا حتى يخلي الأكل مثله. طيب، يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ومنكبه بمنكبه. إذا عرفتم هذا؟ فهل إذا كان كما قلنا على أنه هذا فهل يتصور أن يلتصق؟ ولكن إذا قلنا أنه هذا فهو الذي يتصور أن يلتصق. عرفتم هذا الكلام؟ قال النووي في المجموع وصلتم بمنكبه ولا لا؟ قال النووي في المجموع جزء 1 صفحة 462 حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة. وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. عرفنا هذا. طيب، أفعال المسألة 11 من الشروط. هذا في معنا ولا لا؟ لا ليش ما يكفي إذا كان معنا وقت. كم باقي من الوقت؟ الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. هو ذلك العلامة